موحده، وهل كده التابلت انتهى؟ كل الاسئله ديت واكتر هتكون خلال الفيديو، ولكن عايز اقول لكم ان رسميا اللي هيجيب تقدير عام اعلى من ضعيف يبقى هو كده اجتياز وناجح الترم الاول. وزاره التربيه والتعليم قالت ان امتحانات اولى وثانيه ثانوي ستعقد من خلال اختبارات متعدده وليست موحده، يبقى الامتحانات عندكم مش هتبقى موحده على مستوى الجمهوريه. وقالت ان الامتحان الموحد لن يطبق في صفوف النقل، ومن المقرر وضع اسئله الامتحانات من خلال الادارات التعليميه، كل مدرسه والاداره التابعه ليها. ونظام الامتحان هيكون ورقي اللي هو البابل شيت، هيدوا لك ورقه في المدرسه فيها المفاهيم والقوانين الاساسيه عشان تقدر تحل في الامتحان اللي الاسئله بتاعته كلها هتكون اختيار من متعدد، والدرجات هي خاصه بالترم الثاني فقط، يعني مجموع السنه هيبقى الترم الثاني فقط. اما بالنسبه لاستخدام التابلت هل هو كده انتهى؟ لا، التابلت ما انتهاش، ونظام الاسئله هيبقى النظام الجديد، والتابلت هتستخدموه في المنصات التعليميه المختلفه. والسنه الجايه ان شاء الله لو الموضوع نجح مع ثالثه ثانوي امتحانات التابلت برضه هتمتحنوا من خلال التابلت السنه الجديده. بالنسبه للترم الاول اي طالب الماده عنده ما ظهرتش في النتيجه هو كده اجتياز في الماده. طب بالنسبه للامتحان التكميلي ده للطلاب اللي هم تغيبوا عن امتحانات الترم الاول، وطالما ان جالك تقدير عام اعلى من ضعيف الترم الاول يبقى انت كده ناجح والترم ده منتهي. زبادي المراعي معاك في اي وقت، لانه دايما